السلام عليكم. كيفكم أعزائي؟ كيف إجازتكم؟ إن شاء الله كلكم بخير يا رب وصحة وسلامة. اليوم بإذن الله هعمل وصفتين هندية. الوصفة الأولى عندي لحم هنا بقر هبرات مقطع مكعب، قطعته مكعبات مع شوية بصل قلقلته، ولما نتشرب حطيت له شوية موية مغلية خليه يتجهز ياخد سواه على ما أجهز الصلصة تبعه. والوصفة الثانية بالخضار، عندي أنواع الخضار اللي تحبوها. عندي هنا قرنبيط اللي نسميه زهرة، قطعته وردات صغيرة زي ما انتم شايفين، فلفل رومي أخضر، بازلاء، جزر، كوسة، بطاطس، فاصوليا خضراء، وحبة باذنجان أسود حمصتها في قدر القلي الصحي بنقطة زيت. الوصفتين هذه فيها مواد مشتركة، فأنا عشان أختصر الوقت إيش عملت؟ عندي هنا بصلة حطيتها على النار وحطيت عليها ورق الكاري زي ما شايفين، حبات الهيل، وقطعتين قرفة. حضيف لها مكعبين أنا مسوياهم مكعبات زنجبيل وثوم مهروس. إن شاء الله بعدين أوريكم تجهيزات الأشياء اللي تتفرزن وتلاقوها جاهزة، يعني بالذات الموظفات البنات المبتدئات، هذه تساعدهم في الطبخ بسرعة. فهذا ثوم وزنجبيل أنا مفرزنته، شوفوها كأنه معجون، أحط له زيت وملح وأفرزنه، أحطه في الخلاط ولا يصير له شيء. حضيف الثوم والزنجبيل على البصل اللي بيتحمر. البهارات اللي حضيفها وبرضه مشتركة بين الوصفتين، عندي هذه خلطة مدراس اللي هي هذه تنفع لبهارات الإدامة، اللحم، ملعقة صغيرة كركم، كزبرة ناشفة، كمون، وهذه بودرة كاري، ونجمة اليانسون، وحستبعد الهيل لأني أضفته خلاص مع البصل، وقلت هذه نجمة اليانسون وقرنفل. عندي هنا ربطة كزبرة خضراء مفرومة ناعم، وفلفل أخضر مفروم ناعم، وهذا حسب الرغبة. طلعت من الكزبرة والفلفل شوية عشان يتزين بها الوجه عند التقديم. بقلب البصل والثوم والزنجبيل شوية وأضيف له البهارات. أفضل أقلب بس تطلع ريحة البهارات ونكهتها. حضيف الكزبرة الخضراء والفلفل الأخضر. الوصفة اللي باللحم اسمها لحم بالروب، واللي بالخضار خضار بالكاري. خلاص اتكشنت ما شاء الله المكونات كلها مع بعض، على قول اخواننا في الخليج الحمسة تحمست. دحين حضيف اخر المواد المشتركة اللي هي الكزبرة الخضراء والفلفل الاخضر. حفضل اقلب في المكونات لما تدبل الكزبرة الخضراء تمام، بعدين نشوف ايش هنعمل. خلصت التكشين تمام، أخذت نصه حخليه للخضار، والنص هذا هنا نجي للاختلاف. ححط اللبن، حطيت علبة لبن الزبادي اللي هو الروب، هقلبه عشان أضيف اللحمة في هذا القدر. شايفين إني قلبت بخفة عشان إيه لا يتكتل اللبن، يصير كريمي مش مخرز. الآن حضيف له اللحم اللي قلقلته لوحده. هذه الطريقة حتى لو مع صدور الدجاج برضو نفسه لازم يتحمر برا. طبعا بالنسبة للدجاج ما أضيف عاد موية، بس يتقلقل هو والبصل وخلاص يتشرب موية وكفاية، لكن اللحم زي ما انتم عارفين ياخد وقت، فأنا حبيت أكسب الوقت، ولما أتقلقل ونشف حطيت له موية مغلية وخليته ياخد سوا. حيكملوا دحين مع الخليط هذا كله. وأنا بقلب الكشنة كانت تبان البصلة كأنها حمراء ولا غامقة ومحروقة مع التصوير، ترى شوفوها هو لونه فاتح. وبكده جهز إعداد اللحم بالروب. حخليه على نار متوسطة، كل ما تشرب أزيده موية مغلية شوية حتى يستوي اللحم. إذا تحبوا تعملوه بلحم الغنم مع العظمه برضو يطلع لذيذ كمان. أنا اليوم فضلت أعمله بلحم البقر. بالنسبة للدهن اللي أنا حطيته هذا زيت زيتون، حطيت معاه ملعقة صغيرة سمن عشان يديني النكهة الأكلة الهندي، هم بالسمن أو الزبدة.
الطبخ بزيت الزيتون اللي تعود عليه ولا عاد يطلع نكهته ولا طعمه، أخذنا عليه ولا عاد أحد يعرف إيش هو مطبوخ به. أجي لوصفة الخضار الثانية. هذا الجزء اللي طلعته من الكشنة حضيف له عصير طماطم حبتين كده متوسطة، وحضيف له ملعقة صغيرة من معجون خلطة الكاري الحار. وأنا قلت ملعقة صغيرة إنه هذا حار جدا. يا دوب أنا حطيت نص ملعقة بس. لا تنسوا لأني حاطة كمان فلفل أخضر مفروم. الحين ححط عصير الطماطم، أضيف ملعقة صلصة الطماطم. لاحظتوا إنه اللحم بالروب ما في أي صلصة ولا طماطم، لونه حيكون بالأخضر، حيكون ماخذ لون الروب والكزبرة الخضراء بس. الحين حتركه حتى تتسبك الطماطم، بعدين أضيف الخضار. وأذكركم بالتنبيه اللي دايما أقوله لما أبغى أطبخ بزيت الزيتون، أحط عليه المواد وأقلبهم مع بعض، ما أخليه يتسخن لدرجة عالية فلا يتغير طعم الأكل ولا تطلع ريحته، لأنه هو ريحته تطلع مع احتراقه إذا أخذ حرارة عالية. في نفس الوقت يسبب مرار للوصفة، لكن بالطريقة اللي أوريكم هي اطمنوا ما حتتغير فيه شيء وتاخذوا فوائده. وتنبيه كمان لما أقول أنا نطبخ بزيت الزيتون، هو عشان صحي للشرايين واللي بيعمل لوفات، لكن في سعرات حرارية عالية، يعني اللي بيعمل تخسيس يحط بمقدار معقول، لأنه سعراته الحرارية عالية ما شاء الله. لكن فوائده للصحة العامة طبعا غني عن التعريف. وكالعادة أنبه النت طبعا يلخبط لي السنابات، فإذا طلع شيء يتنشر وشيء يتعلق آخر الوقت. تحبوا تشوفوا الوصفة مرتبة وكاملة انزلوا الستوري تبعي بعدين. هذه الخضار اللي حضيفها وريتكم هي. أنا حبيت أضيف شوية حمص، نسموه حمص الشام، حمص البليلة، النخل. هذا الحمص اللي استخدمه أنا ما أحب الحمص المعلب، يديني طعم المواد الحفظ فيه، حتى لو شطفته كم مرة ما هو غريب. فالحمص اللي عندي قرب يخلص. شوفوا هذا اشتريه، أنقعه من الليل إن شاء الله، أغسله وأنقعه في موية عادية ولا أضيف له ولا شيء. في الصباح أحطه في قدر الضغط وأخليه ربع ساعة بس في قدر الضغط، بعد ما يطلع صوت البخار طبعا، وأقفل تحته يطلع بهذه الطريقة. وهذه من الوسائل والتجهيزات اللي تسهل الطبخ على ست البيت. تلاقيه جاهز في أكياس مفرزن. حتى الموية اللي تبقى منه ما أكبها، أخليها تبرد وأحطها في أكياس وأفرزنها، أعمل بها فتة الحمص. كده تسبكت الطماطم، حضيف الخضروات اللي عندي كلها ما شاء الله تبارك الله، وحضيف كمان الحمص. والحمص لما أنا أسلقه ما أخليه 100%، 90%، عشان لما أجي أحطه مع الوصفة يندمج يكمل سوا مع الوصفة. الحين حضيف له الموية المغلية. هنا اللحم كمان قلت مويته، حضيف له موية مغلية شوية، خليه يكمل لما يستوي. شوفوا عندي هنا نقص في الزيت، حتم سرقة من هذا القدر شوية من الدهن ححطه على الخضار، وكده حوازن بين الوصفتين. استوت الخضار أضفت ملعقتين طبخ من هذه الكريمة، وهذا عصير نص ليمونة شوية، وحقفل بالعافية. وهذه ما شاء الله وصفاتي جهزت. هذا الخضار مع الكاري، وهذا اللحم بالروب، حطيت على وجهه بصل مقلي وشوية كزبرة خضراء والفلفل الأخضر المفروم اللي استبعدته أول. تقدم معاه رز بالزعفران مع الزرشك أو مع الزبيب حسب الرغبة. هذا هو كده ما شاء الله مفلفل، أو مع الخبز الإيراني أو الخبز الباكستاني. وهذا الخبز ينعمل في التنور، ينباع في المطاعم الهندية. وإن شاء الله تكون عجبتكم وصفاتي لليوم.
حاولوا تجربوها وتطبقوها، وبالعافية مقدما. طبعا ما صورت طريقة الرز لأنه طريقة عادية. قلبت الرز شوية زبدة، وحطيت له عيدان قرنفل وحبوب هيل، ولما بدأ يتشرب أضفت له زعفران مع شوية موية ورد والزرشك. غسلته وصفيته وحطيته على وجه القدر. كمل الطبخ الرز هو معاه. والزرشك عبارة عن حبوب تشبه حب الرمان، لكن قرأت عنه إنه ما هو ثمرة الرمان، ثمرة تانية معروف في إيران. وإذا ما عندكم ممكن تحطوا زبيب عادي، أما حب الرمان فيه قساوة ما ينفع مع الرز. الزرشك غير وحب الرمان غير. بس هذا فيه حموضة مميزة، أنا أخذه والله من دبي من القرية العالمية أو من سوق نايف، وأفرزنه يجلس عندي شهور. هنا عندنا في جدة ما قد شفته.